بعد رحلة مليئة بالإبداع وتقديم الأدوار الجميلة في الدراما والتلفزيون والمسرح، رحل عن الحياة أحد أبرز نجوم الدراما اليمنية، هو الفنان يحيى الحيمي، والذي شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية التي أنتجتها قناة السعيدة، منها كينيميني وهمي همك وغيرها من الأعمال. رحم الله الفنان يحيى الحيمي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا عرفه الناس، بتلقائيته وبشاشة وجهه في الدراما أو في الواقع. الفنان الكوميدي يحيى الحيمي، والذي شارك في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، انتقل إلى رحمة الله، وصلي على جثمانه في مسجد التوبة خلف جولة مأرب. الفقيد اشتهر بأعمال تلفزيونية مميزة عرضت على قناة السعيدة، كان من أبرزها مسلسل كينيميني ومسلسل همي همك، والذي عرف فيه بشخصية الشيخ فاضل. إنها فاجعة بالنسبة لنا في وفاة الأستاذ يحيى الحيمي الله يرحمه، ويحيى كان من أعز أصدقائي، ودخلنا تقريبا سوا في المجال الفني، في مجال المسرح، قبل أن نعمل في مجال التلفزيون والإذاعة، فكنا زملاء وبدأنا أنا وياه مشوار الحياة مع بعض، يعني في نفس الشهر تقريبا. يعني التحقنا بوزارة الثقافة والإعلام، أو وزارة الإعلام والثقافة سابقا، وكنا في نفس الشهر التحقنا بالمسرح. كان يحيى فنانا عظيما، وكان صديقا، وكان أخا، وكان متعاونا مع الجميع، فبالفعل هذه خسارة، لكن سبحان الله العظيم لكل أجل كتاب. حملت جنازة الفقيد وسط جمع غفير من محبيه وجيرانه وزملائه الذين عبروا عن حزنهم لفقدانهم أخا عزيزا عرف بطيبته ودماثة خلقه. عرفت يحيى الحيمي من 30 عام، وكانت تجمعني به صداقة وأخوة كبيرة، والحمد لله خسارتنا كبيرة، ولكن الحمد لله رب العالمين. رحم الله الأخ يحيى، كان من أفضل، وفعلا كان من أفضل الزملاء. العمر هذا كله من عام 70 إلى الآن، والله ما غثاني بكلمة، يمكن إحنا غثيناه. الله يرحمه، رحمة الله تغشاه، الله يرحمه. أبناء الفقيد كانوا مفجوعين بفقدانهم لوالدهم، والذي لم يكن بالنسبة لهم مجرد أب. والله كان الوالد الأخ أيضا الأب والصديق وقت الضيق، كان عبارة عن يعني يقول لك الروح الفكاهية في يعني روحها البسيطة، يتعامل مع الناس، حبه مع الناس. كان الأخ والصديق لنا، لا كانش مثلا الأب، كان الأخ والصديق. شارك في التشييع وكيل وزارة الثقافة، الذي عبر عن مواساته لأهل الفقيد وعن حزنه لما يعانيه الفنانون اليمنيون في حياتهم أو أهاليهم بعد مماتهم. نحن نقول إن الفنان في اليمن هو مجاهد على صعود مختلفة، فهو مجاهد في إيصال رسالته إلى الجيل، مجاهد في تحمل الظروف الصعبة وهو يحمل هذه الرسالة، مجاهد في قلة ما يمكن أن يعطى له وهو حي، وقلة الاهتمام به وهو ميت. رحم الله الفنان يحيى الحيمي، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. رضوان سماوي، صدى الأسبوع.